في لعنة ممكن تصيب ناس كتير اسمها لعنة لو كنت ما نزلتش يومها، لو كنت اتكلمت بدري شوية، لو كنت عرفت هندل المسألة بشكل أسلم من كده. كلمة لو دي أنا بشوفها حقيقي فعلا فعل شيطاني، يعني حاجة مربكة جدا إنك تقعد طول الوقت بتعيد انتاج قصه في دماغك وبتحكيها للناس وانت بتبتديها بلو، مع الاخذ في الاعتبار حاجه مهمه جدا. الفايده الوحيده من الحاجات اللي دايما بتحكيها وتقول بس لو كنت كذا هي ان انت تكون اتعلمت الدرس، ان يكون في درس مستفاد، ان انا اتعلمت من التاخير اللي حصل وخلاني افوت حاجه معينه. خلاص ده نصيب، الحاجه دي ما كانتش نصيبي، بس ده مش معناه اطلاقا ان انا بعد كده ما اخدش بالي ان دي مشكله عندي لازم اشتغل عليها او لازم اصلحها. اكتر لو بقى كفيلة انها توقف حياتنا سنين، لو اللي بتيجي بعد فقد حد عزيز علينا. لو بس كنت قعدت اكتر من كده معاه، لو بس كنت اديته من وقتي اكتر. خلينا بس نقول حاجه، مهما قعدنا مع الناس الغاليه علينا اللي مشيت هتفضل طول الوقت حاسس ان الوقت مش كفايه وانك يا ريتك كنت قعدت اكتر. وبحس بصراحه ان ده مدخل من مداخل الشيطان، ان احنا نعطل عن اننا نعمل للناس اللي بنحبهم ومشيوا حاجات عشانهم. فكره الابن الصالح اللي عايش عشان يحيي ذكرى اهله اللي مشيوا في صوره صدقات او اعمال كتير جدا، خلينا طول الوقت ذكرى اهالينا حيه بوجودنا. لكن كلمه لو دي هي بالنسبه لي سكه ونفق مظلم، سكه مستحيله بتحاول فيها ان انت تغير الزمن. مفيش حاجه هترجع اللي فات، مفيش شيء هيغير اللحظه اللي فاتت. احنا ما قدامناش غير حل من الاتنين، نتقبل الظرف ونعرف ان هو ده واقع مكتوب لنا في حكايتنا وبنعيشه، ان الشيء ده فاتنا او ان الشخص ده مشي من حياتنا او ان الانسان ده فقدناه، او اننا نغرق في النفق المظلم اللي اسمه لو ومش هنعرف نخرج منه ومش هيروح بينا في حته. او في كده الطريقه الوسط بتاعت ان انت تبقى بتتعلم من الدرس المستفاد. لو فقدنا حد من اهالينا نقدر نوجد وقت جيد مع الطرف اللي لسه موجود، وقيس على كده كل الحلول اللي فيها بتكون اتعلمت من الدرس. اتمنى جدا حقيقي ان الفيديو ده يروح للناس اللي محتاجاه بجد. لو انت حاسس ان في حياتك شخص مناسب ليه كده انه يسمع الكلمتين دول، فرجاء اعمله منشن في الكومنتات.